السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة اللي غادي نحكي لكم اليوم أغرب وأخطر الحوايج اللي سمعت اليوم. قصة فيها الخوف، الغموض وأحداث متتابعة خلات بطل القصة يعيش أسوأ أسبوع في حياته. هاد القصة وقعت لشاب سميتو أمين. أمين كان ساكن بوحدو في دار قديمة ورثها من جدو في واحد المنطقة بعيدة على المدينة. الدار كانت كبيرة قديمة وفيها لكاب تحت الأرض. ما عمره هبط ليه. جدو كل ما يموت كان ديما يقول ليه أي حاجة سمعتيها في الليل جاية من تحت ما تهبطش. أمين كان كيضحك على هاد الهضرة وكان كيعتبر غير خرافات ديال الناس الكبار. ولكن بعد أشهر من وفاة جدو بدات أمور غريبة كتوقع. في أول ليلة بوحدو وفي حدود الثانية صباحا فاق على صوت خفيف. أمين فتح عينيه بقى كيسمع الصوت. فجأة الصوت سكت. قال يمكن غير حلم. رجع نعس وفي الليلة الثانية رجع نفس الصوت ولكن هذه المرة أوضح. أمين هبط عندي قفز من الفراش، شعل الضوء دار دورة في الدار كاملة، ما لقى حتى واحد. سد السراجم ورجع لغرفتو. من ديك النهار بدات الكوابيس. كل ليلة كيشوف نفس الحلم، ممر طويل تحت الأرض وباب الحديد كبيرة وشخص واقف قدام الباب وجهه ما باينش غير كيشير ليه باش يقرب. كل ليلة نفس الحلم حتى ولا كيخاف ينعس. بعد سيمانة بدات الأحداث أغرب. في الصباح كيلقى حوايجو مبدلين بلايصهم. سوارتو كيلقاهم في كوزينة. التليفون مرة لقاوه في السطح، مرة فاقي ولقى الباب لاكاب محلول رغم أنه متأكد أنه سدو. بدا الشك ياكلو. قال يمكن شي حد كيدخل الدار. ركب كاميرا المراقبة وفي الليل خلاها خدامة. الصباح مشى يشوف التسجيل. الساعات الأولى كانت عادية ولكن مع 3 الصباح الكاميرا سجلت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقه. باب اللاكاب تحل بوحديته ببطء شديد وخرج منه ضباب أسود. الضباب بقى ثواني ومن بعد اختفى. أمين بقى غير مصدوم. قال يمكن الكاميرا فيها خلل. ولكن في الليلة اللي بعدها وقع الأسوأ. بينما هو جالس في الصالون تقطع الضوء. الدار كاملة غرقت في الظلام. وفجأة سمع 2 ضربات جايين من تحت الأرض. ثم الصوت الثالث أقوى ومن بعد سمع نفس الصوت. هبط أمين، شد لبيل ورجع ونزل الدروج اللي كيوصلوا للكاب. كل خطوة كانت أصعب من اللي قبل. ووصل للباب كان مفتوح رغم أنه سدو نفسه. دخل القبو كان بارد بشكل غير طبيعي. الحيوط قدامين والهواء فيه ثقيل. ووسط القبو لقى صندوق حديدي كبير أول مرة يشوفه. الصندوق كان مسدود بقفل قديم وفوق مكتوب تاريخ 1968. رجع بسرعة الفوق ولكن الفضول غلبه. جاب أدواته وفتح الصندوق. في الأول لقى أوراق قديمة، صور، رسائل، وثائق. ثم لقى واحد دفتر صغير ديال جدو. بدا كيقراه ومع كل صفحة كان الرعب كيزيد. الدفتر كيهضر على اختفاءات غامضة وقعت في المنطقة. أشخاص خرجوا في الليل وما رجعوش. أسماء كثيرة وتواريخ ممتدة لعشرات السنوات. وفي آخر الصفحة مكتوب إلا كنتي كتقرا هذا الدفتر راه الدور قريب ليك. أمين حس بالخوف الحقيقي ولكن مازال ما فهم والو. في الليل جاو عنده 2 صحابو حكى لهم ديك الشيء اللي وقع.
ضحكوا عليه وقالوا ليه خاصك ترتاح. قرروا ينعسوا من عنده هذيك الليلة، ومع 4 الصباح فاقوا كاملين على صوت يجري في السقف. خرج كيجري بسرعة، شي شخص كيجري بسرعة فوق منهم، مرة من اليمين مرة من اليسار. خرجوا كاملين، طلعوا للسطح ما لقاو حتى واحد، ورجعوا لتحت. وفاش دخلوا للصالون لقاو الباب ديال الكاكاب مفتوح، والدفتر اللي كان فوق الطبلة اختفى. واحد من صحابه قال ليه انا خارج من هالدار دابا، وخرج. تاني بقى ولكن بعد دقائق سمعوا صراخ برا. جراو لقاو صاحبهم الاول مرعوب وكيقول لهم شفت واحد واقف السرجم كيشوف فيا. المشكل ان السرجم كان في الطابق الثاني وما كاين حتى بلاصه يوقف فيها شي انسان. من ديك النهار الاحداث صارت، الابواب كتحل، الاصوات كتزاد، الكوابيس ولات اكثر واقعيه، حتى وصلت الليله غادي تبدل كل شيء. امين فاق على الساعه 3:30 الصباح على صوت تنفس داخل الغرفه. ما كانش بوحدو، شي حد كان كيتنفس ببطء. وقف قلبه تقريبا، حاول يشعل الضوء ما خدمش، شد التليفون وخدم الفلاش، دار الضوء نحو الزاويه ديال الغرفه، وتما شاف شخص واقف طويل بشكل غير طبيعي، ساكت ما كيتحركش، والوجه ديالو غارق في الظلام. امين جرى نحو الباب، ولكن الباب تسد بقوه، بدا كيضرب فيه وكيغوت، وكان جواب ما كاين حتى شي جواب. وفجاه اختفى التنفس، اختفى الشخص، وتحل الباب. هبط للصالون، لقى شي حاجه ما كانتش موجوده من قبل، ورقه فوق الطبله مكتوب فيها دابا عرفتي علاش جدك كان كيهبط كل ليله للقبر. وبجانب الورقه صوره قديمه مأخوذه سنه 1968 وفيها مجموعه ديال الناس، ومن بينهم كان جدو واقف جنب نفس الشخص اللي كان في الغرفه. ولكن الصوره عمرها اكثر من 50 عام، والشخص ما تبدلش فيه حتى شي حاجه، نفس الوجه، نفس اللباس، نفس النظره. ومن هنا بدات الحقيقه المرعبه كتبان. امين بقى كيشوف الصوره ويديه كيترعشو، ما قدرش يصدق عينيه. الصوره قديمه بزاف، ولكن الراجل اللي شافه في بيته كان باينه فيه نفس الشكل بالضبط، لا كبر ولا تبدل ولا والو. في داك الليله ما نعسش، بقى جالس في الصالون حتى طلع الصباح. اول حاجه دارها هي مشى عند اكبر واحد في الدوار، راجل كبير في السن كان صاحب جدو. فاش وراه الصوره تبدل لون وجهه وبقى غير ساكت مده طويله. امين قال ليه عافاك، قول لي شنو كتعرف. الراجل تنهد وقال كنت كنتمنى هاد النهار ما يجيش. امين حس ببروده دازت في دارو. الراجل بدا كيهضر، قال ليه انه في 1998 كانت كاينه جماعه صغيره في المنطقه، ناس كيامنوا بواحد الاسطوره قديمه، كانوا كيقولوا بلي كاينه شي حاجه عايشه تحت الارض، شي حاجه ماشي انسان وماشي حيوان، وكانوا كيقدموا ليه طقوس غريبه باش ما يطلعش للعالم ديال الناس. امين ضحك بعصبيه قال هادشي خرافات. الراجل جاوبه حتى انا كنت كنقول نفس الشيء، حتى اختفى خويا. وسكت. امين حس ان الموضوع اخطر من اللي كان مصور. رجع لدارو، قرر يقلب اكثر في القبر. هبطوا معاه مصباح قوي، بدا كيقلب في كل زاويه حتى لاحظ واحد الحيط مختلف شويه على الباقي، بحال الا شي حد بناه من بعد. ضرب عليه بيديه، سمع صوت فارغ من الداخل. جاب مطرقه وهرس جزء صغير من الحيط، وفجاه بان ليه ممر سري، ممر ضيق كيدخل الظلام. امين حس بالخوف ولكن دخل. كان الممر طويل بزاف والهواء فيه بارد بشكل غريب. كل ما مشى اكثر
أكتر كل ما ولا كيحس بصداع قوي، حتى وصل لغرفة صغيرة تحت الأرض. وفي وسط الغرفة لقى عشرات الصور كلها ديال الناس مختلفين، ورجال عيالات وأطفال، وفي كل صورة كان نفس الراجل واقف بعيد شوية كيشوف الكاميرا. أمين بدا كيتنفس بسرعة، هادشي ماشي طبيعي. وفاش قرب أكتر شاف حاجة خلات الدم يتجمد في عروقه. آخر صورة كانت حديثة، صورات قبل أيام فقط، وفيها فيها تصويرة أمين هو واقف قدام الدار ديالو، وشخص كيشوف ليه من بعيد. نفس الشخص. أمين خرج كيجري من المأمر وقلبه غادي يخرج من بلاصتو. وصل للدار وشد كلشي، الأبواب، سراج، كلشي. ولكن في الليل سمع دقان على الباب. مشى يشوف من العين السحرية، ما كان حتى واحد. رجع للور وفجأة سمع دقان من النافذة ديال الكوزينة، ثم نافذة الصالون، ثم باب القبو. وكان شي واحد كيدور حول الدار، شي حد كيلعب معاه. وحتى وصلت 3:30 وفجأة سكت كلشي، الصمت المطلق. ومن بعد وصلت رسالة في الهاتف، رقم مجهول مكتوبة فيه: لقيت الممر. أمين حس أنفاسه تحبسات. كيفاش عرف؟ ما قال حتى شي واحد. بعد ثواني جات رسالة تانية: دابا خاصك تعرف الحقيقة كاملة. وفجأة توصل صورة قديمة لجدو مربوط في كرسي، وموراه نفس الشخص. تحت الصورة كانت جملة واحدة: جدك ما كانش كيحمينا، كان كيحس جدك ما كانش كيحمينا، كان كيحبسني. أمين حس أن الأرض كتدور به. واش جدو كان كيعرف هاد الكائن؟ واش كان فعلا حابس شي حاجة تحت الأرض؟ في داك الوقت سمع الانفجار قوي جا من القبو. هبط بسرعة ولقى الباب الحديد اللي كان في الممر السري محلول، رغم أنه ما كانش محلول قبل. ومن بعد كاين نفق طويل أسود وعميق، ومن وسط الظلام سمع صوت أول مرة يسمعه بوضوح، صوت ماشي ديال الإنسان. قال: أخيرا. أمين ترجع للور، ولكن الأرض اهتزت من تحت منه، والضوء طفى وبقى غير الظلام. ومن داخل النفق خرج ظل طويل بزاف، بعينيه بيض كيلمع في الظلام. أمين جرب كل ما عنده، طلع في الدروج، خرج من الدار، ركب الطوموبيل وهرب. ومن المراية ديال السيارة شاف شي حاجة واقفة قدام الدار كتشوف ليه، ساكتة وبلا حراك. ومن ديك النهار أمين ما رجعش للدار نهائيا. الدار تباعت بعد سنوات، ولكن المفاجأة هي أن المالك الجديد ما بقاش فيها غير أسبوعين، ومن بعد اختفى. ثم الملك اللي من بعده، ثم واحد آخر. وفي كل مرة كانت الشرطة كتلقى نفس الشيء: الأبواب محلولة، الضوء شاعل، والدار خاوية بلا أثر. أما أمين فحتى هو اختفى بعد سنوات.